متأملا في قدرة الرحمن لحظات إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان. ما سئلت السيدة عائشة وقالوا لها ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. طب هنا في شيء عجيب لو انتبهنا له، لأن ممكن يتبادر لذهن المستمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن من الجلدة للجلدة وعمل بكل ما فيه بأوامره ونواهيه فأصبح على خلق إيه؟ عظيم. نقول له لا، هذا الظن ليس هو الحقيقة. ليه؟ لأن لو كان الأمر كذلك إذا لم تتم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد البعثة وبعد سن 63 سنة كمان، لما أغلق باب الوحي وأغلق باب القرآن. تمام. والشيء العجيب اللي يمكن يتعجب له المشاهد إن الآية اللي بتقول وإنك لعلى خلق عظيم هي رابع آية في سورة القلم، وسورة القلم دي هي تاني سورة أنزلت بعد اقرأ. تاني سورة أنزلت بعد اقرأ، بعد العلق. يعني تاني سورة أنزلت ربنا قال له فيها وإنك لعلى خلق عظيم. وده يمكن يفتح لنا باب عميق نمسك عنه العنان عشان خاطر ما نخرجش من موضوعنا، ولكن ناخد منه لمحة بسيطة أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم خلق وهبي وليس كسبي. وهبي يعني هو هبة من الله. لذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما يقول له يا رسول الله لقد طفت الشرق والغرب والشام واليمن، لأنه كان تاجر، فلم أرى أفضل منك يا رسول الله فمن أدبك؟ فيقول له سيدنا النبي أدبني ربي فأحسن تأديبي. وده سر اليتم أن الله جعل نبيه يتيما، لأن الصبي إذا فزع قال يا أبي، ولكن اليتيم إذا فزع قال يا ربي. وشتان فرق السماء والأرض بين من يفزع إلى الأب ومن يفزع إلى الرب. احنا ندهنا على حد قال له تعالى يا فلان، بيرد يقول ايه؟ يقول لك أيوة، مش كده؟ أو لو هو يعني مهذب شوية يقول نعم أو حاضر. لكن تخيلوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد ينده له، تخيلوا كان جوابه إيه؟ تقول السيدة عائشة ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله وما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك